السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الأعزاء، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير. في خطوة نوعية لتعزيز السيادة الدفاعية وتوطين الصناعة العسكرية، دشن مصنع تاتا أدفانسد سيستمز اليوم الثلاثاء بمدينة برشيد، وذلك لتنفيذ توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. كي جهة تدشين المصنع ثمرة لشراكة استراتيجية بين إدارة الدفاع الوطني المغربية ووزارة الدفاع الهندية وشركة تاتا أدفانسد سيستم ليميتد الهندية الرائدة في مجال الصناعة الدفاعية والأمنية. كيتماشى هذا المشروع الصناعي المهيكل تماما مع الرؤية الملكية السامية الرامية إلى تطوير صناعة الدفاع قادر على مواجهة تحديات السيادة والاكتفاء الذاتي، ويسعى المشروع إلى تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية أهمها تعزيز القدرة الصناعية المحلية من خلال نقل التكنولوجيا المتقدمة وتمكين المغرب تدريجيا من تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الصناعي والدفاعي، وتحفيز الابتكار بحيث يعتبر المصنع عاملا محفزا لتطوير المنظومة الصناعية المبتكرة كدعم كفاءات وطنية مؤهلة. وأيضا تعاون جنوب جنوب يرسخ مشروع التعاون المعزز بين المغرب والهند في إطار شراكة استراتيجية بناءة. سيخصص المصنع المقام في المنطقة الصناعية ببرشيد لإنتاج المركبة المدرعة القتالية المتعددة المهام وهاب 88، والتي ستلبي احتياجات القوات المسلحة الملكية، كما قد تركز على الأسواق الدولية ذات فرصة النمو العالي لا سيما في القارة الإفريقية ليكون منصة إقليمية للتصدير. من المتوقع أن يبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 100 مركبة سنويا، وسيعمل المصنع منذ افتتاحه على 35% من المكونات ذات الأصل المحلي، على أن يرفع هذه النسبة تدريجيا إلى 50%، وذلك عبر استثمار مكثف في تدريب وتأهيل الموردين الوطنيين. سيساهم المصنع في دعم الاقتصاد الجهوي من خلال خلق 90 منصب شغل مباشر و250 منصب شغل غير مستقر، فضلا عن منح الكفاءات المغربية فرصة ثمينة للتدريب والتطور المهني وتطوير الخبرات التكنولوجية في مجال الإنتاج وصيانة المركبات الدفاعية المتطورة. وبهذه الخطوة تؤكد المملكة المغربية مجددا عزمها على تعزيز مكانتها كشريك استراتيجي موثوق في مجال الأمن والدفاع على الصعيدين الإقليمي والدولي. شكرا لكم على المشاهدة، دمتم في أمان الله.